الحاضرة معنا. الأجواء كانت جد رائعة، وفي الحقيقة مش هذا أول لقاء ولا أول حفل يقام في ولاية ميلا. حقيقة هو كل سنة في شهر رمضان الكريم السيد نبيل جريمس رئيس المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني مكتب ميلا، وفي نفس الوقت نائب رئيس المنظمة، يقوم بهذا الحفل وبإدخال الفرحة في قلوب العائلات البسيطة في ختان أبنائهم. مشكور جزيل الشكر الأخ نبيل وكل أعضاء المكتب الولائي لولاية ميلا للمنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني على كل ما يقدمونه، سواء من إعانات للعائلات المعوزة في قفة رمضان أو في الختان الجماعي كل سنة. جد رائعة، حسن استقبال رائع جدا، بارك الله فيكم. وعشنا جو من إفطار من ختان، بارك الله فيكم لأنه إدخال الفرحة في قلوب المعوزين واليتامى شيء رائع جدا. بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم الجبارة، وشكرا جزيلا. اولا يعني احنا كل عام عندنا العاده اننا نحضر هذا الحفل الختان الانساني الذي تقوم به المنظمه الجزائريه للعمل الخيري والانساني لولايه ميلا. وطبعا لابد نجي ونشاركوا فرحه الاطفال اليتامى اللي راهم المعوزين اللي سيتم الختان، وبالتالي يعني هذا يعني شرف للمنظمه، ونتمنى انها تكون هذه المبادره يعني ما تنقطعش ان شاء الله في كل عام، وفي كل عام ان شاء الله نكونوا في الحضور. يعني نورمالمون كيما الولاد الصغار نورمالمون تفرح معاهم، يستدعيو كل ما يستدعيوش نورمالمون تفرح معاهم. هذه هي الحاجه الوحيده اللي نحبوها احنا بزاف. يعني والادوار والشيء اللي نقدموا فيه انا والعرش محتوى هادف ونظيف، الحمد لله قدرنا نوصلوا لبيوت الناس. يعني ما كاينش اللي ما فتحناش الباب، دخلنا يعني سبحان الله بعفويه، يحبونا الناس بزاف. كراه نقول لك شعبيه كبيره، ماشي يعني اعوذ بالله من كلمه انا، اقسم بالله الحمد لله لقينا تجاوب كبير مع الناس وسيرتو الولاد الصغار. سبحان الله والله الحمد لله كثر خيرهم وبارك الله فيهم. وحنا رانا نخدموا قادرين نمدوا اكثر، على بالنا بلي نقدروا نمدوا اكثر. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.